السلام عليكم احبابي، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه ان شاء الله. النهارده راح اعمل لكم كيكه وهي طعمها طعم البسبوسه. احنا مع انه رمضان داخل علينا، ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. وحنقول لكم الكيكه دي جميله قوي ومكوناتها يعني سهله. احنا هنا عندنا زبده، عندنا فانيليا، عندنا حلاوه يعني حلاوه الترك. انت لو ما عندكش حلاوة تقدري تستبدليها بالسمسم محمص. وعندنا كمان جوز الهند، انوات كوكو 2 معالق كبار. وعندنا كوباية سكر بس مش مليانة، نخلي الربع بتاعها على جنب. وعندنا هنا 2 معالق كبار من الكاوكاو محمص، يعني الفول السوداني محمص كده ومش مطحون كويس، يعني شوية كده. وعندنا كوباية من الدقيق، وعندنا 4 بيضات ورشة ملح. احنا هنا هنحط الزبدة انا هنا عندي 250 غرام من الزبدة. حطيت لها السكر زي ما شايفين بالشكل ده. وبعدين نجيب المضرب الكهربائي ونحاول ان نجانس المكونات زبدة مع السكر حلو. وبعدين نحط لها فانيليا. اكياس فانيليا، وانت الفانيليا اللي عندك استعمليها. انا استعملت 4 اكياس من الفانيليا، وحطيت هنا 4 بيضات كاملين. وبعدين نحاول نحط رشة الملح، ونحاول كمان ندرب المكونات دي كويس حلو. لازم تتجانس كويس مع بعض. وبعدين نحط 2 ملاعق كبار من جوز الهند، ونحط ملعقة كبيرة من حلاوة الترك، يعني حلاوة. حطي مكانها السمسم محمص احسن. وحطي 2 معالق كبار من الفول السوداني، يكون محمص ومطحون بس مش تطحنيش كتير، يعني خلي في حبيبات كده. وكمان نحاول نضرب كويس وندخل المكونات كويس بالمضرب الكهربائي عشان تجينا الكيكة يعني حلوة، وتيجي كمان زي ما قلت لكم طعمها زي البسبوسة. وبعدين نجيب هنا صفاية، نحط كوباية من الدقيق، كوباية مليانة من الدقيق. ونحط عليها 2 كيس من البيكنج باودر. طعمها جميل، جربوها. وخاصة ان احنا في رمضان تقدري تعمليها بعد الفطار كده مع الشاي، ويا سلام. يعني شهرة مع الكيكة دي ما شاء الله، يعني طعمها زي البسبوسة. احنا هنا نجيب بس ما نعملش الضرب خلاص. احنا نستغنى عن المضرب ونعمل الا بالفوي بتاعنا دي كده زي ما شايفين. نحاول ندخل دقيق كويس. ماشي، هنا دخلنا الدقيق مع المكونات كويس. وبعدين هنا عندي صينية رشيتها بالزبدة والدقيق. هعمل الصينية دي سمكها 24 سنتي. نحط المكونات ونحاول نفردها كويس على الصينية بتاعنا، ونحاول نضرب الصينية بتاعنا كويس. واحنا كنا شغلنا الفرن على 180 درجة، وكنا نضرب الصينية كويس عشان تتعدل معانا كويس الحلوى بتاعنا. وبعدين ندخلها على الفرن يكون سخن قوي. تحمر نطلعها، تحمر من فوق وتحمر كويس وندخلها. نطلعها من الفرن. عفوا. شفتوا ازاي طلعت حمرا وكويسة كده؟
هنا انا نعمل ايه؟ احنا اللي عندك العصير اللي عندك اعمليه، المشاربات تعملي كوباية سكر مع كوباية مية مع ليمونة، وتغليها في الفرن لحد ما يذوب السكر وتعمليه. انا ولا تعملي عسل، لو عندك عسل اعملي عسل. نحاول نعملها على الوش كده، وبعدين نحط ايه رشات من نرش عليها شوية من الفول السوداني اللي كنا طحنينه من قبل. اعملي بالفرشاة كده، لو عندك عسل اي حاجة عندك اعمليها من فوق. نحاول نرش كده زي ما شايفين على الوش كده، وبعدين اقطع لكم منها وتشوفوا ازاي جت حلوة وجميلة وسهلة، ويعني ومش صعيبة لما تشتغلي بيها. ما فيش يعني ما فيش صعوبات، يعني ما تتأخرش، يعني في دقايق تعمليها. وانا هقطع لكم منها شوية وتشوفوا. انتي زي ما تحبي تقطعيها قطع صغيرة تقطعيها، لو عايزة تقطعيها قطع كبيرة زي ما تحبي انتي واختيارك ده. طلعت معانا كده بسهولة زي ما شايفين، وجت جميلة ما شاء الله. بالهنا والشفاء عليكم، وكل سنة وانت طيبين، وما تنسوش تشتركوا معي في القناة وتعملوا لي لايك. سلام.